وبعدين هو كل واحد بيلعب في الزمالك عايز ياخد 100 مليون؟ وايه اللي حصل في الكوره؟ هو الكوره اتقلب حالها ولا ايه؟ وبعدين انت راجل كبير في السن، مع احترامي ليك يعني مش هتقدر تجري زي الناس الصغيره ما بيجروا زي فتوح والونش ودوم. ده المفروض تبقى عارف ده كويس قبل ما تطلب المبلغ ده. هفرم عليك يا رضا، النادي مديون وعليه فلوس، لازم نسدد الاول الديون اللي علينا. لو هتقبل بشروط النادي نجدد لك، مش هتقبل انت حر. يعني ده اخر كلام عندكم؟ انا انديه الصعيد كلها عايزاني وعندي عروض كبيره. هم أندية الخليج برضه هياخدوا لاعب كبير ينادوه يقولوا له جده ويكون اكبر من المدرب بتاعهم؟ حتى انا لو مكانكم في السن ده امضي على بياض. ده كفايه بس حب الجماهير والمنصب اللي انا هاخده بعد ما بطل كوره. مش تقول لي 80 مليون تقولش البطولات مقطعه بعديها. وبعدين احنا بعيد عن البطولات، يعني المبالغ الكبيره دي مش هنعرف نجيبها. حتى وانت بطوله الدوري وبطوله افريقيا والكاس المفروض اقصى مبلغ 30 مليون في السنه، مش تقول لي 80 مليون. يا كابتن حسين، مفيش حد في مصر يستاهل 5 مليون جنيه على بعض. انت لو طلعت ناشئين افضل لك، هيلعبوا معاك 15 سنه على الاقل، وممكن كمان يحترفوا بره وتكسب من وراهم فلوس.